شتي منين جات هادي غنمشي على رجلي انا للمدينه ماشي للبرنوس. ما عمرني توقعت كاع اصلا انها غادي. وصراحه بنت الناس صراحه في الصباح كنت كنطالع هابطه في التليفون وكيجيني واحد الميساجات في الواتساب كيصيفطوا لي صحاباتي والناس ديال العائله. صراحه فكشوا فيه واش هذا هو بدر. كيسولوك واش هذا هو واش لحقاش بدر تبدل اللي ما بين كنتي الصوره دابا الصوره الاولى. ما بين الصوره الاولى انا براسي تفاجات فيه. بقيت انا راه خديت مده باش عرفت بقيت كان هذا انا سميو الكنيه باش عرفت ما نكذبش عليك في الاول ما تيقتش منين سمعت السميه والكنيه منين سمعت السميه والكنيه ديالو داكشي تاكدت بانه صافي صدمت كيفاش طرا لي هادشي. 14 عام منقطعات ما بقيتش عرفت حتى شي حاجه بقيتو كتهضروا وما كتسولوا بعضياتكم حتى شي حاجه. ما بقيتش عرفت حيت هو ديك الوقيته صافي من تفاهمت معاه انا كنت تزوجت عاوتاني. هذاك الشيء علاش ما بقاتش العلاقه كنعرف عليه شي حاجه صافي كنت تزوجت وصافي ما بقيتش. من الناس يعاونوه حيت مسكين باقي فيه يتعالج ودري قاري راه يقدر الا تعالج راه يقدر يعاود يخدم ويوقف على رجليه ويرجع لحياته الطبيعيه. حيت بدر واحد الانسان اللي طموح كيبغي يوصل فهمتي الا بغى شي حاجه كيوصل ليها وداك الشيء يعني كنتمنى الناس يعاونوه ما يضيعش. انا كون في جهدي يعني كون في جهدي اللي شي حاجه نديرها معاه ولكن حتى انا والديا ميتين حتى انا ما بجهديش ما استطعتش ندير شي حاجه. ديال استطاعتي هو نجي نوقف معاه داك الشيء نمشي معاه نجي معاه. قلت للوالد قلت ليه انا غادي نمشي نتزوج بساره وقال لي لا. هذا هو الجواب. انا غدا ان شاء الله غنمشي غنجاوبو وغنقول ليه ساره معاك هي اللي جات عندي.